ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، رحلة الإنسان مع الشهوة قديمة منذ أن هبط إلى الأرض، تتجاذبه دواعي الإيمان ودواعي الهوى، وتتنازع في داخله نوازع الخير ونوازع الشر. وفي هذا الميدان لا شيء يفسد على المرء دينه ويهدم قوته ويطمس نوره مثل شهوة أطلقت بلا ضابط، ولا شهوة أشد إغواء ولا أوسع بابا للمعاصي بعد شهوة الفرج من شهوة البطن. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. معاصي البطن أيها الإخوة ليست مجرد طعام حرام، بل هي باب واسع لكل فساد مالي وظلم اجتماعي وسرقة للحقوق وأكل لأموال الضعفاء وتجاوز للحدود التي حدها ربنا، بل هي التي تفتح أبواب الربا والرشوة والاختلاس والتطفيف، وتحول المجتمعات إلى غابة يسعى فيها كل أحد إلى أن يمتلئ بطنه ولو جاع الناس، وأن يشبع هو ولو احترقت الأوطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. عباد الله، معصية البطن ليست مسألة شخصية، بل إنها تتحول إلى وباء اجتماعي إذا عمت، وتغدو سببا للفقر والظلم والدمار وارتفاع الأسعار وضياع الحقوق وحرب الجياع. انظروا رحمكم الله إلى بعض أحوال الأمة في السودان، حيث المجاعة تدق الأبواب، والناس بين نزوح وحرب وقصف وجفاف. كثير من أزماتهم يعود إلى ظلم الظالمين وأكل أموال الضعفاء وفساد شهوة المتنفذين. وانظروا إلى غزة، أرض الكرامة والصبر والعزة، يقاوم أهلها الجوع والحصار والقتل، بينما كثير من قادة العالم لم يشبعوا بعض بطونهم من الأموال والصفقات والحروب، ونسوا أن وراء كل صفقة دماء تراق، ووراء كل حصار أطفال جياع. ويا عجبا كيف يرجى المطر من السماء والأرض مملوءة بظلم القلوب وظلم الأموال وظلم البطون. كيف نطلب الغيث ونحن نغتصب حقوق بعضنا بعضا؟ كيف نرفع أيدينا إلى السماء والأيدي الأخرى تمتد إلى الحرام؟ وقد كان السلف يقولون: إن للمعصية ظلما أو ظلمة في الوجه
ووحشة في القلب ونقصا في الرزق ومنعا للغيث. ولقد حرص الإسلام على التوجيه الصحيح الصريح والإرشاد الجلي حتى يكون المسلم حريصا أشد الحرص على تنقية مكاسبه من كل كسب خبيث أو مال حرام. فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. غير أن بعض المسلمين استهواه حب المال وجمع المال حتى زلت به القدم ومالت به النفس الأمارة بالسوء، فراح يجمع الدنيا بكل طريق ويستكثر من الدنيا بأي سبيل، فليس له هم إلا تكديس الأموال وتضخيم الثروات وتكثير الأصفار من أي وجه جاءت. الحلال عندهم ما حل في أيديهم ووصل إليهم بأي وسيلة كانت، والحرام هو ما حرموا منه ولم يستطيعوا الوصول إليه، حتى صدق على الكثيرين إخبار المصطفى بقوله: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ ماله أمن الحلال أم من الحرام. ونسي كثير من هؤلاء أن المال الحرام مستخبث الأصول ممحوق البركة والمحصول، وأنه وبال على الفرد بل على الأمة أجمعين، حيث يكسبه الفرد من ربا أو رشوة أو ظلم أو غش أو أكل لأموال الناس بالباطل، فعند ذلك يتنزل سخط الله وتنتشر الموبقات وتكثر المصائب ويدعو الناس فلا يستجاب لهم، كما في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وقد قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. نسأل الله أن يعجل بفرجه لأمة الإسلام، أن يحمي بطوننا من الحرام، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، أن يغيث قلوبنا بالتوبة وأوطاننا بالأمطار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المؤمنون، إذا كانت معاصي العين معروفة ومعاصي اللسان ظاهرة،
فإن معاصي البطن أخفى وأشد أثرا، لأنها ترتبط بحياة الناس كلها، بمعيشتهم، بأموالهم وحقوقهم وقوتهم اليومي. ومن أخطر معاصي البطن هو الأكل الحرام، وهو رأس البلاء وسبب النكد ومهلكة الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. فكم من لقمة كانت سببا لسخط الله سبحانه، وكم من درهم مسروق حرم صاحبه من قبول الدعاء، وكم من مال حرام صار نارا في القبر قبل أن يكون نارا في الآخرة. ومن معاصي البطن الخطيرة أكل أموال الناس بالباطل، سرقة، احتيالا، غشا، خداعا، ظلما، استغلالا لحاجة المحتاج، تأكل أموال الناس بالباطل. ومن المعاصي الإسراف والتبذير، والله تعالى يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وانظروا اليوم إلى التناقض في أمتنا، ففي السودان أناس يموتون جوعا، وفي غزة أطفال يتقاسمون كسرة خبز، وفي أماكن أخرى الولائم ترمى في القمامة. أهذه هي الرحمة؟ أهذا هو شكر النعمة؟ أهذه أمة الجسد الواحد؟ أهذه هي الأمة التي أراد الله لها أن تكون شاهدة على الناس؟ وإنا مما نشكوه إلى الله في زماننا انتشار المكاسب المحرمة والأموال الخبيثة، ومجاهرة الناس في طلبها والسعي في تحصيلها، حتى شاع ذلك وانتشر بين الناس وألفه الكثير. فمما شاع من الحرام أكل الربا والتعامل به بين الناس من غير أن يجد غضاضة في قلبه، يذهب ويأكل الربا علنا، مع أنه من أكبر المحرمات عند الله وأخبث الخبائث والمكاسب، وهو بمثابة إعلان حرب على الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأين آكل الربا؟ فلنراجع أنفسنا ونحاسبها يا عباد الله. والله إن لم نحاسبها في الدنيا كانت وبالا علينا في الآخرة. ولنتق الله في المطعم والمشرب، بأن لا تدخل لقمة إلى جوفك إلا وقد أمنت مصدرها. ولنحيي ضمير الأمة الذي أطفأته كثرة المعاصي والفتن، حتى نحقق الشعور بالجسد الواحد، والذي هو الخطوة الأولى للنصر والاستجابة الدعاء. ولن يفتح لها أبواب السماوات وهي تغلق أبواب الرحمة عمن حولها. هذه النفس والله إن لم ترجع إلى ربها حاسبها الله، والله لتقفن بين يدي الله سبحانه، فإن لم ترجع إليه في هذه الدنيا سيحاسبها الله سبحانه، وحساب ربنا عسير. فلنتب إلى الله توبة نصوحا، ولنطهر بطوننا من الشبهات والحرام، ولنردد بقلوب صادقة. يا رب قد ضاقت بنا أخطاؤنا،
وتلفت القلب الحزين فتابا. هذا الفقير إليك يحمل ضعفه ويريد من فضل الكريم ثوابا. طهر بطون عبادك الغرقى بما كسبوا وأنزل للبلاد سحابا. اللهم طهر بطوننا من الحرام وأموالنا من السحت وقلوبنا من الرياء. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلوا على خير الورى، فقد أمركم المولى بأمر عظيم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر حوزة الكافرين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين فإنهم لا يعجزونك. أرنا في الظالمين يا ربنا عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأمية بن خلف. اللهم فرق جمع الظالمين وشتت شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم رد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا صلاة فيه يا ربنا قبل الممات له فاتحين. اللهم إنا نسألك أن ندخل المسجد الأقصى فاتحين مكبرين مهللين رافعين راية الحق والدين ندوس رقاب اليهود الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لمن سمي هذا المسجد باسمه. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير للبلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.